13 حزيران 1978 مجزرة أهدن اللي شكلت نقطة تحول بتاريخ لبنان، وكانت الحد الفاصل بين الغدر والخيانة والإجرام من جهة، وبين ملاحم البطولة اللي سطروها شهدائنا الأبطال، وأولهم قائدنا البطل الشهيد توني بيك فرنجي. 13 حزيران أظهر الفرق بين الحقد والكراهية وبين المسامحة والمغفرة اللي جسدها الرئيس الراحل سليمان فرنجي وكرسها زعيمنا سليمان توني فرنجي. عايشناها مجزرة أهدن، عايشناها بلبنان، حملناها معنا على أستراليا والاغتراب من عشرات السنين. ذكرى منعيشها كل يوم بوجداننا وقلوبنا وضمائرنا، وكل سنة بهالتاريخ بنحيي ذكرى 13 حزيران بأستراليا، بقداديس، بسيدني وملبن، ومنصلي على أرواح شهدائنا 46 سنة، ومنستمر جيل ورا جيل ومع القائد النائب توني بيك فرنجي وعلى خطاهم سائرون.